السلام عليكم. سيبك من الشوكه اللي في ايدي دي وركز معايا كويس جدا عشان الفيديو ده مهم. دي انا بشد انتباهك بس بيها. دلوقتي دخلنا على رمضان وفي شويه حاجات محتاجين ان احنا نرتبها لزوم العبادات في الشهر الكريم ده. الخصهم لك في نقطتين. اول نقطه الفروض. في رمضان في 3 فروض اساسيه لازم تعملهم: الصلاه والصيام والزكاه. ومش هتكلم عنهم كتير لاننا عارفين يعني واحد ما بيصليش او واحد ما بيصومش او واحد حتى ما بيزكيش. خلينا نروح للنقطه الثانيه واللي عامل اصلا الفيديو ده عشانها، وهي النوافل. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بيقول فيه ان من تقرب فيه في رمضان يعني بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى فيه 70 فريضة فيما سواه. يعني ثواب النافلة دي في رمضان بيكون زي ثواب الفرض، والفرض في رمضان قد 70 فرض. وعشان برضو تبقى معايا في الصورة، يعني ايه أصلا نافلة؟ نافلة دي السنن: التراويح، قيام الليل، قراءة القرآن، الصدقة، الدعاء، الذكر، كل دي نوافل. كمان النوافل بتكمل اللي ناقص من الفرائض يوم القيامة، زي برضو ما اتقال في الحديث: انظروا هل عبدي من تطوع فيكمل منها ما انتقص من الفريضة. والمهم في العبادات في شهر رمضان انك تفضل مكمل، مش بس تخش بحماس اول يومين او اول اسبوع. عشان تحافظ على العبادات دي طول شهر رمضان لازم تمشي بقاعدة كده اسمها الاخذ بالاسباب او الاخذ بالاسباب. يعني ايه بقى القاعدة دي؟ مثلا انت عايز تصلي الفجر، ما تفضلش بقى سهران لحد الساعة 3 بالليل ماسك التليفون عمال تقلب ولا بتسمع مسلسل. لازم تاخد بالاسباب وتنام بدري. وعلى فكرة انا مش شيخ وواحد محتاج النصيحة قبلك، بس ادينا بنفكر بعض. حاجة تانية مثلا زي الاذكار، معظمنا بيتلهي طول اليوم في الشغل وبينسى يقول الاذكار. برضه خد بالاسباب. سبحه الكترونيه زي دي كده خليها في صباعك، طول ما هي في صباعك انت بتذكر الله. ده غير انها كل شويه بتشجعك انك تكسر رقم. الصدقه مثلا مش لازم تضرب ايدك في جيبك تطلع برزمه فلوس متأستكه عشان تتصدق. كلمه حلوه، تشيل اذى من على الطريق، ضحكه في وش واحد، كل دي صدقه. ممكن تطلع مبلغ صغير خالص. عندك مثلا انستا بيع عامله جزء للتبرعات بيبدا من 5 جنيه. المهم على هذا الاساس تمشي في كل العبادات، تاخد بالاسباب، والتوفيق والسداد ده بيكون من عند ربنا. انت بس حط رجلك. بجانب ده بقى في رمضان تقلل ذنوب مش بس تكسب حسنات. بعض اهل العلم بيشوف ان اصل العباده في ترك ما لا يرضي الله. لو صاحب كباريه راح يبني جامع، الاولى انه يقفل الكباريه مش انه يروح يبني الجامع. لو واحد بيسرق وبيروح يتصدق بالفلوس، الاولى انه يبطل سرقه مش يروح يتصدق. المجاهده انك تكون بتحب تسمع الاغاني وما تسمعهاش عشان ترضي ربنا، او انك تكون بتجيب في سيره الناس زي عندنا في الارياف وما تجيبش في سيره الناس عشان ترضي ربنا. تحب انك تبص لواحده في الشارع بس ما تعملش ده عشان خاطر ربنا. البنت اللي بتحب تلبس ده عشان تظهر انوثتها بس ما بتعملش ده عشان ترضي ربنا. المجاهده دي مهمه جدا في رمضان. الحاجه بقى الاخيره واللي لازم تكون عارفها عشان تكون استفدت فعلا من الفيديو ده، وتقريبا اهم حاجه هقولها في الفيديو: دايما بنسمع كده من رواد الاعمال اللي بيخاطبوا الشباب اللي لسه بيبداوا حياتهم، يقول له حب شغلك. لو شغلك بيأذيك نفسيا نعمل حاجه من اتنين: يا تسيبه يا تحبب نفسك فيه. لو حبيت شغلك هتبدع وربنا هيكرمك اخر كرم. كذلك برضو العباده لازم تحبها. اغلبنا بيبقى داخل شهر رمضان حاسس انه داخل مجلده قرآن